السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عاطرة نزفها من الجزائر إلى كل الأشقاء والإخوة في البلدان العربية. معكم حكيم راشم من الجزائر، أب لثلاث أطفال. كنت أشتغل مهنة التعليم لمدة 11 سنة، ثم اشتغلت في العقار، ثم 4 سنوات خبرة في التسويق الإلكتروني، وحاليا قائد في شركة ميتا تريد التي أقدم لكم عرضا عليها بإذن الله. تحذير من شركة ميتا تريد. شركة ميتا تريد شركة متخصصة في التسويق، تبيع تراخيص فقط، وهذا العرض ليس تحريض لأي لكي يستثمر، وإنما على كل شخص يريد الاستثمار أن يستشير أخصائي في هذا المجال، فإن الاستثمار في خسارة وربح، وهذا تحذير من الشركة، استشيروا قبل الاستثمار. شركة ميتا تريد التي نقدم لكم عرضا عليها يوجد مقرها في دبي إكسل تاور. الرئيس المدير العام لشركة ميتا تريد هو السيد جون مارك لوجي، عنده خبرة كبيرة في ريادة الأعمال وفي التسويق، ويملك عدة أسهم في عدة شركات نفطية عبر العالم. للسيد جون ماكلوجي شريكين في تأسيس شركة ميتا تريد. الشريك الأول هو السيد روبير موندوليا، فرنسي الأصل، 31 سنة خبرة في ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني. الشريك الثاني هو السيد جوزي بيبيتشي، إيطالي الجنسية، إيطالي الأصل، من البندقية دولا سيسيل، خبرة كبيرة في ريادة الأعمال، كان مدير مؤسس عدة شركات قبل أن يصل إلى ميتا تريد. يرافق في القيادة خلية اتصال وإعلام تتكون من السيدة مورغان مارتينيز والسيد محمد تيبي، مختصان بالعلاقات العامة والزبائن. ويرافقهم في هذا العمل السيدة ميغان لوفاسور، أخصائية في الإعلام الآلي، هي التي تقوم بتصميم كل الحملات الإعلامية لشركة ميتا تريد، وهي التي تسير صفحة الويب لشركة ميتا تريد. شركة ميتا تريد شركة في التسويق، تبيع تراخيص فقط. لها شريك، هي شركة مالية في التداول، اسمها QGA Investment، يوجد مقرها في دبي، مقر الشركة في دبي. الشركة ميتا تريد لها علاقة مالية وتجارية مع الشركة المالية QGA، وبينهما وسيطين. الوسيط الأول الذي يتم إيداع الاستثمار عنده هو وسيط فرنسي اسمه أرلوكان، والوسيط الثاني هو الوسيط تندر. أرلوكان فرنسي وتندر إنجليزي. تندر يأتي بحلول لكل البلدان الغير الأوروبية التي يصعب فيها سحب الأموال أو تحويل الأموال، فإن ميتا تريد تقوم دائما بإيجاد الحلول لكل بلدان العالم التي ليس لها أنظمة بنكية متطورة، فبالطبع هناك مشاكل لتحويل الأموال. فلهذا ميتا تريد قامت بإيجاد هذا الحل، وقامت بشراكة مع تندر، هذا وسيط في التداول. يتم التداول في منصة فوركس والتداول على العملات المشفرة. وللعلم فإن التداول 5 أيام في الأسبوع على منصة فوركس، ولو ويكند في نهاية الأسبوع يتم التداول على العملات المشفرة. عند دخول أو تسجيل في ميتا تريد لنا احتمالين. الاحتمال الأول أنك تكون زبون فقط وشراء الترخيص. الترخيص يعطي لك الحق للتكوين في أكاديمية ميتا تريد للتكوين، وإن أردت أن تكون مسوق لشركة فعليك فقط إضافة $10 فقط لكي تعطي لك الشركة رابط، تتم بواسطة هذا الرابط
تكوين فريق وتسجيل أشخاص معك وتكوين شبكة وتطوير هذا البيزنس. الرابط إما أن تكون مسوق، فلك الحق أيضا أنك تشري، إذا اشتريت ليسونس ترخيص مع ميتا تريد، أن يكون لديك تكوين في أكاديمية التكوين لميتا تريد. والتكوين يشمل تكوين في ميدان التداول وتطوير الذات والتربية المالية. الترخيص لدى شركة ميتا تريد الذي نشتريه عند الدخول التسجيل الرسمي مع شركة ميتا تريد يعطينا الحق في أن نودع أموالا أو استثمارا مع الشريك الذي تطرقنا إليه وهو شريك QGA، لكي يقوم بالتداول بالمبلغ الذي نستثمره. الآن أسعار التراخيص لدى ميتا تريد. التراخيص تبدأ من $50 حتى $10,000، ولكل كل ترخيص له الحد الأقصى للإيداع في الوسيطين أو تندر. إذا اشترينا ترخيص $50 فإن لدينا الحق في $500 كحد أقصى للاستثمار. وإذا اشتريت ترخيص $100 فلك الحق كحد أقصى $1,000، وهي في كل مرة 10 أضعاف. إذا اشتريت ترخيص $1,000 معناتها عندي الحق أن أضع أو أستثمر حتى $10,000. شركة ميتا تريد الآن جاءت بإحدى الحلول القوية الرهيبة التي لم يشهدها أي بيزنس، الذي لم تشهده أي شركة. شركة ميتا تريد جاءت بهذه ليسونس بروفي مانجمنت، معناتها ترخيص الأرباح في المانجمنت في التسيير. وهذا يعني أنك تستطيع أن تنقل وضعيتك من مهنة إلى وظيفة، سكون أبيل لو بورتاج سالاريال، هو نقل الراتب. أنت عندك مهنة، راك نجار، راك عندك ورشة، تستطيع بفضل ميتا تريد أنك تولي تغير الوظيفة تاعك من مهنة إلى وظيفة بعقد عمل وأجرة. أنك تكون وظيفة، تكون عندك شهادة أجرة، اون فيش دو باي، ويكون عندك عقد عمل، كونترا دو ترافاي. هذه لماذا؟ ما هي الفائدة من نقل الراتب؟ اولا عندك فائده مع التامين، مع لي زاسيورونس، عندك فائده مع لي ميتويال التعاضديه، عندك فائده مع البنوك، انك تستطيع ان تستفيد من قروض بنكيه التي لا تستطيع ان تستفيد منها بمهنه عندما تكون في مهنه حره. الآن تستطيع من مهنة حرة أن تتحول إلى وظيفة بواسطة ميتا تريد. وهذا الموضوع سوف نتطرق إليه بأكثر دقة، لأن هذا الموضوع لازم أن نتطرق إليه ويأخذ وقت كبير. الآن ماذا تشمل أكاديمية التكوين لميتا تريد؟ قلنا تشمل إذن كل ما يخص التسويق، نتعلم كل ما يخص التسويق، نتعلم كل ما يخص التداول، ولا ننسى أيضا تطوير الذات، نتعلم كل ما يخص التطوير الذات، لأن الشركة تريد أن تطور الذين يتسجلون معها لكي يكونوا مسوقين متفوقين، ويستطيعون أن لكل الحالات أن يكونوا موجودين في كل حالة ولكل طارئ. شركة ميتا تريد تطور البيزنس في عدة دول، وفي كل دولة يتم تطوير البيزنس وتكوين شبكة، فإن شركة ميتا تريد تأتي لفتح مكتب وإقامة رسمية في هذا البلد. الآن سوف نتطرق إلى الشيء المهم جدا جدا جدا، وهو خطة الأرباح لشركة ميتا تريد.
شركة ميتا تريد تعمل بنظام يونيليفول بونوس، يعني المستوى الأحادي. المستوى الأحادي عندنا نسب أرباح في مستوى الأحادي، هي النسب كلها النسب. وعندنا رتب كوتش ماناجير، هاي اللي كالرتب. وعندنا حجم المبيعات الذي نستطيع بفضله الوصول إلى درجة معينة. عندنا 100 مثلا، عندنا 100، عندنا 300، عندنا 1000، وهكذا. هي الرتب: تريدر، ليدر، تيم ليدر، كوتش، مانجر، سوبرفيزور، اكزيكوتيف، ديامون، دوبل ديامون، تريبل ديامون، حتى وورلد امباسادور. عندنا النسب 10، 14%، 16. كل ما تطلع في الرتبة، كل ما ترتقي إلى رتبة عالية، ترتقي النسبة التي نكسبها، يعني العمولة، النسبة التي نستطيع أن نأخذها على كل تسجيل في الفريق. ما أنت حجم مبيعات 1000، حجم مبيعات $1000، معناتها يعطي لي رتبة كوتش ويعطي لي نسبة 18%. حجم مبيعات $300 يعطي لي رتبة تيم ليدر، والنسبة التي أربحها لكل مسجل هي 16% لكل مسجل مباشر. يعني العمولة الأولى التي نكسبها مع ميتا تريد يونيليفول ديفيرونشال بونوس. يونيليفول ديفيرونشال بونوس معناتها هي عمولة اختلاف المستويات. ما معنى عملة اختلاف المستويات؟ عملة اختلاف المستويات، مثال فقط: أنا راني جراد ماناجر، أنا أخذ على كل تسجيل مباشر، مهم جدا، كل تسجيل مباشر نسجل واحد أنا شخصيا، نأخذ 20% عمولة، يعني نأخذ 20% من ثمن الترخيص. يشري ترخيص $1000، أخذ 20%. الآن لو كان يكون واحد من الفريق تاعي هو يكون تيم ليدر، أو هنا تيم ليدر في الفريق تاعي، يسجل $1000، يسجل الشخص $1000. تيم ليدر تاعي شحال يدي؟ تيم ليدر يدي هاوليك، يدي 16%. تيم ليدر يدي 16%. أنا ماناجر أخذ 20%، أنا كماناجر. إذن ما هي النسبة، ما هو الاختلاف بين المستويين؟ هو 4%. الاختلاف بين المستويين هو 4%، معناتها أنا أربح 4%، لأن التيم ليدر يأخذ 16 وأنا ماناجر أخذ 20، كم يبقى؟ 4% يأخذها الماناجر. هذا هو بونوس اختلاف المستويات. لك هنا مثال على بونوس اختلاف المستويات. الآن يكون واحد ديامون وعنده ماناجر. كان ديامون هنا، سمحوا لي، كان ديامون. شحال يدي ديامون؟ هاوليك هنا ديامون يدي 27%. هاوليك ديامون يدي 27%، وماناجر تحته 20. كي يكون ماناجر يسجل واحد يدي 20%، بصح الديامون فوقه يدي هذيك 7 تاع اختلاف المستويات. هذا هو بونوس يونيليفول ديفيرونشال بونوس. هذا جدول اعلامي، سي ان طابلو انفورماتيف باش يعطينا الرتب والتراخيص. شوفوا هنا الترخيص $50 يعطي لك الرتب تريدر، ليدر، تيم ليدر، وكوتش. وكي تلحق حجم مبيعات $3000، هنا كي تلحق حجم مبيعات $3000، كي يكون الفريق دار حجم مبيعات $3000، معناتها الرتبة تاعك واش تكون ماناجر.
الرتبة تكون ماناجر، ولازم لك تخلص $100. انت كنت هنا في 50، كنت هنا في 50، لازم الآن تخلص $100. سي سكون ابيل ابجريد، الارتقاء في الترخيص. لازم تخلص $100 لكي يكون عندك رتبة الماناجر. لي فاس بونيوس الآن ماناجر، ولا واحد يستطيع أن يكون ماناجر مسجل جديد، يستطيع أن يكون ماناجر في أسبوع يربح عمولة $100، ولا استطاع أن يكون ماناجر في أسبوعين يربح $80، ولا في 3 أسابيع يربح $70، ولا في 4 5 3 أشهر يربح $60. يعني هذه الارتقاء السريع. الآن سوبرفيزور ولا استطاع أن يكون رتبة سوبرفيزور خلال أسبوع يكسب عمولة $350، في أسبوعين 300، في 3 أسابيع 250 إلى غير ذلك. investment reward هذا راهو طور الإنجاز، سوف نتكلم عليه. الآن كل العمولات التي نكسبها، فإن شركة ميتاترايد مثلا أنا كسبت عمولة $100، شركة ميتاترايد تعطي لي 30% من العمولة تعطي لي 30% في البيزنس والت، وتعطي لي 70% في الكاش والت. الآن ما انت لو كان نربح عمولة تاع $100، $30 يجو في بيزنس والت و70 يجو في كاش والت. ما هو الفرق بين الكاش والت والبيزنس والت؟ كاش والت تستطيع، يجب عليك السحب مباشرة، يجب عليك السحب مباشرة، انك تخرج هذه الدراهم 70%. هذا 30% تاع البيزنس والت هادو فقط تستطيع أن ترتقي من رتبة إلى رتبة، سي أبجريد، أو تستطيع أن تبعثهم للشركة المالية QGA لكي تقوم بالتداول بهم فقط. الآن البونوس الموالي، كاشوت ريزيدويال. كاشوت ريزيدويال باش تفهموا هذا كاشوت ريزيدويال منين يجي، من أين يأتي كاشوت ريزيدويال؟ عندما نسحب من كاش والت، أنا عندي $100، أسحب من كاش والت $100. شركة ماذا تفعل عندما أسحب من الكاش والت؟ شركة تأخذ 5%، و5% يعني تحول 2.5% إلى كل المسوقين حتى 4 مستويات. عندما أنا مثلا عندي $100 في الكاش والت، أسحب $100، الشركة تأخذ $5 وتعاود توزعهم لكل المسوقين على 4 مستويات حسب تواجد الذي يسحب. الآن هذا كشوط ريزيدويال. بروكر كشوط ريزيدويال عندما الآن نسحب من البيزنس والت. الأول سحبنا من الكاش والت، الشركة تدي 5% وتعاود توزع 2.5%. بروكر كاش والت عندما نسحب من البيزنس والت، عندما يتم السحب الآن من البيزنس والت، فإن الشركة ماذا تعمل؟ الشركة تأخذ 5%، 4% يسون ريزيرفي أو ديامون، يروحوا للديامون. هذا بروكر كاش والت، 4% يروحوا للديامون. الآن لو ديامون بول كاش اوت يعني هنا كي قلنا الكاش اوت ريزيدويال. الكاش اوت ريزيدويال هذا يخص الفريق تاعك برك على 4 مستويات تدي 2.5%. أي اللي كان تدي 2.5. بصح هنا باش تفهموا لو بول ديامون بول كاش اوت هنا في كل شبكة العالمية لميتاتريد. كل ما يكون سحب من 5% التي تأخذها شركة ميتاتريد، فإنها تعطي 1% لديامون، مجموعة لديامون. فوالا هنا بول بروكر كي تشوفوا هنايا بول بروكر، تشوفوا بروكر معناتها من الاستثمار. الاستثمار يتم تقسيمه إلى حصص.
مثلا في 10 في مليون دولار نستطيع أن نأخذ 850 حصة تقريبا حسب الأخصائيين. ونصف الحصص لكون يوجد شراكة مالية بين ميتاتريد وكوجيا تقسم هذه الحصص إلى نصفين، نصف لميتاتريد ونصف لكوجيا. النصف الذي تتحصل عليه ميتاتريد الشركة تاعنا فإنها لكل حصة تعطي منها $5 للي ديامون، وتعطي $3 لي زومباسادور، $3 لكل حصة. ما أنت كل حصة تعطي لها الشركة، تعطي الشركة من كل حصة $5 لي ديامون و$3 لي زومباسادور، وهذا يخص التداول فقط، تداول. ديامون بول كاشوت هذا هضرنا عليه، بول بونus أنا هضرنا عليه هذايا، فوالا. بول بونus هذا لي ديامون يدو 4% من حجم من رقم الأعمال العالمي للشركة، وهذا يعطى شهريا، يعني تكون شهرية عندك، يعني الشركة تخلص شهرية لديامون. ولهذا السبب يجب علينا كلنا أن نتحصل على رتبة ديامون في أقرب الأوقات، في أقرب الأوقات، لأن عندما تصل إلى رتبة ديامون فإنك شريك في الشركة، عندك أجرة، عندك دخل سلبي مدى الحياة. الشركة تعطي 4% لديامون من رقم الأعمال، من حجم الأعمال العالمي، وتعطي 1% لي زومباسادور. نأتي إلى ختام هذا العرض. الرجاء منكم الرجوع إلى الشخص الذي استدعاكم لمشاهدة هذا العرض للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.